ونروح بعد كده للمركز ال11 مع أحد أكتر الأنميات غموض وتعقيد على الإطلاق، سيريال اكسبيرمنت لين. أعقد أنمي شفته في حياتي، ومن أقوى الأنميات النفسية في التاريخ بدون شك. عارف أنت لما تتفرج على فيلم أو أنمي معقد محتاج تشغيل دماغ، ممكن تطلع منه فاهم 60 أو 70 أو 80% على حسب استيعابك للأنمي، لكن لما تطلع فاهم من الأنمي ده قرب 30 أو 40%، دي كارثة. تحس إنك حمار قاعد بيتفرج وما تبقاش عارف فين بيودي على فين. ولين نفسها طول الأنمي تايهة ومش عارفة هي مين، بحيث إنها في العالم الواقعي حاجة وفي العالم الافتراضي حاجة تانية خالص. لأن الأنمي هنا بيتكلم عن بدايات السوشيال ميديا، مع إنه ما كانش فيه السوشيال ميديا أيامها إلا ممكن بعد غرف الشات، وقليل جدا اللي يعرفها أيامها. لا كان فيه فيس ولا تويتر ولا انستجرام والكلام ده كله، بحيث إن الأنمي أصلا عرض في 1998. فتخيل كان أيامها الدنيا عاملة إزاي، ما كانش فيها عشر التطور اللي عايشينه دلوقتي. أيامها كان التلفزيون كل حاجة في الحياة. فتخيل معايا أنمي ساعتها بيتكلم عن عالم افتراضي الناس بتتقابل فيه بدون أجسام، وإن في ناس كتير اتعلقت قوي بيه لدرجة إنها فقدت الإحساس بالواقع. بالظبط الأنمي بيتكلم عن الوضع اللي وصلنا له، بس على أوفر شوية. وقصة الأنمي سريعا عن لين، البنت الطيبة الكيوت جدا اللي كان عندها فضول بالعالم الافتراضي. وبالرغم من شكلها الكيوت إلا إنك هتبدأ تشوف ردود فعل غريبة عليها من ناس تانية، وهتبدأ واحدة واحدة تكتشف بأن لين الكيوت دي حاجة واللي في العالم الافتراضي حاجة تانية خالص. وهتبدأ هي واحدة واحدة تفقد الإحساس بالواقع وتشك في نفسها وفي أسرتها، وإنها مجرد تجربة أو حاجة زي كده، وإنها تبقى في العالم الافتراضي من غير جسم أحسن. ده غير في تناقض في تصرفاتها في الواقع، مش عارفة تفرق ما بين الواقع والعالم الافتراضي، وهتبقى أوضتها شبه أوضة السيرفر كده. وكل ده بسبب الرسالة اللي وصلت ليها من واحدة زميلتها انتحرت. كل حاجة بدأت تتغير من ساعتها. والأنمي معقد جدا وصعب تفهمه، أشك أصلا بأن في حد فهمه 100%، خصوصا نهايته الغامضة واللي متفهمهاش. وللأسف الأنمي فيه منظر عري مش فاهمه خالص، ده غير فيه مشهد أحس كده إنه مشهد مثلية، بس مفيش حاجة حصلت يعني على حسب ما أذكر، فواجب التنويه.